السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله راكم بخير. هذه بشحال ما درتش منشور فيديو، كنت شوية مريض، لكن الحمد لله. كنت نحكي مع واحد الأخ، صاحبي، كنا نحكوا شوية المنهجية، منهجية الوصول إلى الحق. كيفاش الإنسان الطريق اللي يسلكها باش يوصل للحق اليوم، ماشي اليوم، نقول اليوم يعني تنزلا مع الوقت الحالي، ولكن هذه منذ خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن. الدنيا الأصل تاعها الضلالة، الدنيا أصلها ليس الحق. والدنيا الله سبحانه وتعالى كيف خلقها تبارك اسمه، أم، مبنية على الظاهر. فهي الدنيا يعني، أو ما يسمى بالدنيا، أو شطر ما يسمى بالدنيا، أو ظاهر الدنيا، أنها عالم مادي. هذا العالم المادي إحنا كبشر فينا الصفتين، جانبين: جانب الروحي أو الفكري الغير ظاهر، والجانب المادي. فعادة كاين تناقض في هذا الحالة الإنسانية بين المادة والفكر. ومن غريب أمر الإنسان أنه، يعني وهذا شيء عجيب حقيقة في الخلق، أنه يستطيع أن يكذب، قد يكذب. ولقد رأينا أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى لا يكذب. فالقط لا يكذب، الكلب لا يكذب، الشجرة لا تكذب، الشمس لا تكذب، يعني لا تخالف الشيء الذي أو الذين خلقوا من أجلهم. الإنسان في عنده الخاصية، لا أتكلم عن الجن، احنا نتعامل مع الإنس، حتى ولو كان بعض الإنس يتعاملوا مع الجن، ولكن احنا كإنس نتعامل مع يعني بعضنا البعض آه، بمنطق ظاهر الصدق في التعامل. وهذا الشيء اللي يخلق الكثير من المشاكل في العلاقات بيننا، فيما بيننا، لأن الإنسان يظهر ما لا يضمره. وعندها خاصية هذا الشيء، أو ربما يسمح بهذا هذا التصرف، أن الإنسان فيه ظاهر وباطن، وأنه أكثر من ذلك أو أعلى من ذلك، أنه واعي، عنده وعي بهذا الاختلاف بين الظاهر والباطن، وأنه يمكن أن تكون له حياة داخلية مختلفة شيئا ما أو تماما عن الحياة التي يظهرها للغير. فالله سبحانه وتعالى لما يكلمنا في القرآن، آه، أصل القرآن هو كلام مجازي حقيقة. جل القرآن، لا أقول كله، لكن جله أو معظمه كلام مجازي، هو عبر وأمثال، حتى يستطيع الإنسان أن يعي ما ليس بظاهر، ما يسمى الغيب، ما يغيب عنه، إما غيبة آنية مادية، يعني قد يحدث شيء في مكان ما وهو لا يدري به، فهو غيب بالنسبة له، وربما ليس بغيب لغيره إذا كان توفرت الآلات أو ما يمكن به الوصول إلى ذلك الشيء، علم ذلك الشيء. وفيه غيب مطلق، مثلا المستقبل، حتى وإن كان الإنسان يجهد ليستبق الأمور ولكن عادة فيه غيب لا نصل إليه. والله سبحانه وتعالى يكلمنا بصفته، هو العالم تبارك اسمه، علام الغيوب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم كل شيء، ما هو قادم وما قد مضى. فيعلمنا كيف نتفاعل أو نتعامل مع ما لا نعلم. ومن ضمن ما يعلمنا فيما لا نعلم، مثلا عن المنافقين. في القرآن المجيد تكلم كثيرا عن المنافقين، وحتى الكلمة يعني غريبة، وكان فيه نفق، إنسان يعني هو في حقيقة ليست الحقيقة التي تظهر أو يظهر بها للناس. فنتعامل مع هذا الغيب، يعني مكنون الصدور، بآيات. ولذلك القرآن كله آيات. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الخلق بهذه الصورة حتى يمتحن الناس، ويبقى الله تبارك اسمه هو المطلع الحقيقي لما يظهر الناس في صدورهم. فنرجع للفكرة الأولى: كيف نسلك مسالك الحق؟ أولا، إذا علمنا طبيعة هذه الحياة، أنها قائمة على المظاهر، وهذا شيء عادي، أنا لا أقول أنا يعني لا أشين في هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى خلق الأمور بهذه الطريقة.
فإذا علمنا أن الظاهر عادة يخالف الباطن، فلقد أظننا يعني سلكنا شوطا معتبرا إلى الحق، أو اتجاه في اتجاه الحق، في صراط الحق. الشيء الثاني أن الإنسان إذا كان يسعى إلى الحق عليه أن يكون متناسقا مع نفسه، أن يكون صادقا مع نفسه. فإذا أراد الحق فعليه أن يكون في تمام الصدق بينه وبين نفسه، وبينه أي بينه وبين ربه أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت مطلع على ما في صدور الناس وعلى ما في أحلام الناس وتفكيرهم. ففي محادثاتي مع كثير من الإخوة أنا لا أدعي، بين قوسين، لا أدعي أن لدي الحق المطلق، أن لدي الحق الذي يقول به سائر المسلمين، وهو المعلوم في الدين، أو بالدين، أو كما يقال في الدين بالضرورة، حتى وإن كان في ذلك كلام مستطيل ومستطير. فالمسلك الأول أن يصدق الإنسان نفسه. فإذا قرأ شيء أو وصل إلى شيء في القرآن الذي هو منبع الحق الباطن، الحق الذي لا يكترث كثيرا بالظاهر، لأن الظاهر أصله الكذب أو الخطأ أو مخالفة الحق، فهذه دنيا ابتلاء يبتلى فيها المؤمن. والمؤمن هو الذي يصدق بالغيب، أي بالحق الذي لا يظهر له حينا كان حقا قادما في الدنيا، وكان حقا أكبر الحق حق اليقين، وهو الآخرة، يعني إحقاق الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك اليوم سماه الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فمن سبل أو مما يعين على الحق أن يخلص العبد مسلكه في هذا الطريق مع نفسه ومع ربه، وأن يكون متناسقا. فإذا وجد شيئا في كتاب الله ووعى ذلك الشيء، فعليه أن يغتنم ذلك الشيء ويدخره ويراكم عليه حقا آخر، فالحق يراكم الحق. فالحق الكبير يتجزأ إلى، أو ربما تظهر آياته في كثير من الأمور كشعاع الشمس الذي يهبط الأرض، وربما كلما سقط على شيء أظهره بصورة مختلفة. وإنما الضوء وإنما الشعاع، ولكن يتفرع الضوء أو ينعكس بطريقة مختلفة على حسب المادة التي يسقط عليها. كذلك الحق الذي ينزل من السماء، ونحن في هذا المثل الذي ضربته لمسالك الحق أو الوعي بمسالك الحق، نحن يتنزل علينا الوحي في القرآن كما تنزل الماء على الأرض. والأراضين مختلفة، والناس مختلفون، معادنهم مختلفة، مشاربهم مختلفة، تربيتهم مختلفة، مجتمعاتهم مختلفة، ولكن في حد أدنى من المسلك الذي يمكن لكل الناس أن يسلكوه. هذا الحد الأدنى هو حد الصدق، أن يصدق الإنسان نفسه ويصدق ربه. فإذا وجدت في الكتاب الله شيئا واستقر في قلبك على أنه حق، مع أن كل ما في كتاب الله حق، ولكن إذا ظهر لك شيئا خصوصا يظهر لك أنه حق ويخالف ما يذهب إليه الناس أو ما عليه الناس، فربما هذه من بعض الفتن التي تصيب العبد. كيف يوفق بين الحق الذي وصل إليه في قرار نفسه، وبين المخالفة العريضة الغالبة على الناس؟ وهنا يمتحن العبد. فقولوا لي يعني في التعليقات كيف نوافق بين الحق الذي نراه حقا وما يذهب إليه كثير من الناس من مخالفة هذا الحق. هل هذا بالنسبة لكم شيء يسير، أو ربما وجب فيه الاجتهاد والكد والصبر؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين، والسلام عليكم.